الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. لو أول مرة تشوفني يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وما تبخلش عننا باللايك الجميل للفيديو. النهارده يا جماعة معانا أول تحدي في القناة من أحد المتابعين، كتب لي على الخاص بيتحداني إن أنا أعمل وصفة ما تتعداش ال 15 جنيه، وأنا قبلت التحدي. هعمل لكم النهارده إن شاء الله وصفة حادق ووصفة حلو. يلا بينا يا جماعة. دلوقتي يا جماعة معانا التحدي الحادق بتاعنا، معانا كيس باتيه ب5 جنيه وكيس شيبسي ب5 جنيه. وريت يا جماعة نبعد عن المقاطعة، ده أقل من 15 جنيه. هنفتح الباتيه بتاعتنا ونفتح الشيبسي. نفتح الباتيه اهي. يا ريت يا جماعة ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب. طبعا حطينا في الشيبسي بتاعنا يا جماعة على طاسة فيها معلقة زيت سخنة، نحط الباتيه بتاعتنا. طبعا يا جماعة ايه عشان تقرمش من بره ومن جوه. أنا طبعا ما بعملش اختراع ولا حاجة، بس أنا قبلت التحدي. التحدي ده أقل من 15 جنيه، ب10 جنيه بس يا جماعة. يا ريت كلنا نصلي على النبي في التعليقات عشان تاخدوا ثواب واحنا ناخد ثواب. قلبنا يا جماعة الناحية التانية عشان نطعم كل الجبنات. نطلع يا جماعة. ودلوقتي يا جماعة يلا ندوق الباتيه بتاعنا. مش من جوه من بره. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة يا جماعة طعمه جميل جدا، ومش هختار على حاجة، بس كويس جميل. دلوقتي يا جماعة كلنا، فيلا نحلي. برضه وصفة ال15 جنيه. معانا كيكة ب5 جنيه، علبة زبادي فراولة ب5 جنيه، وبسكوتة سادة ب5 جنيه. طبعا يا جماعة كلها دي حاجات مش مقاطعة زي ما احنا عارفين. نقطع الكيكة بتاعتنا. ونقطعها طبعا قطع صغيرة. ونطحن يا جماعة البسكوت ونرجع لكم تاني. دلوقتي يا جماعة بعد ما طحنا البسكوت بتاعنا، طبعا مفيش أسهل من كده خالص. هنحط طبقة بسكوت، وبعدين طبقة زبادي، وبعدين كيكة يا جماعة معانا. نحط يا جماعة طبعا الترتيب بتاعنا: طبقة بسكوت، وبعدين طبقة زبادي، وبعدين طبقة كيكة. صراحة يا جماعة وصفة سهلة جدا، ياريت تجربوها وتقولولنا ايه رأيكم. ولو أي حد عنده وصفات تانية أو تحدي. طبقة كيكة تاني، وطبقة بسكوت، طبقة زبادي، وطبقة كيكة. وبعد كده يا جماعة ندي رشة بسكوت على الوش كده. هندخلها التلاجة نص ساعة، نيجي ندوق إن شاء الله. ده شكل الوصفة يا جماعة بتاعتنا بعد ما قعدت نص ساعة في التلاجة. بصراحة سهلة وجميلة. يلا يا جماعة ندوق كده. بصراحة طعمها جميل جدا، سهلة جدا. يا ريت تجربوها وتقولوا لنا ايه رأيكم.
ولو في اي تحديات عندكم يا ريت تكتبوا لنا وتشاركوا القناه لاصحابكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.